مساء الخير عليكم، وحشتونا. بناء عن طلبكم عايزين انا وعماد نعمل حاجه مع بعض، فقررنا ان احنا نعمل صفحه ونقعد بقى نتناقر فيها بقى براحتنا، بما ان هو مش راضي يطلع عندي في الصفحه او في القناه بتاعتي. حلوه نتناقر دي. فاحنا هنقعد نتناقر دلوقتي. هو انا مش هتناقر، انا بصراحه يعني اقنعتها ان انا هجيب لها حاجات تعجبني. انا بحب اقلب على الانترنت كتير، هجيب لها وصفات غريبه هي ما جربتهاش قبل كده، ولا لها بقى ايه اعملي لي الوصفه دي ونجرب تطلع حلوه ولا وحشه. بس انا هبقى الحشري يستر. اللي موجود في الفيديو. ربنا واول يستر. حاجه جايبها لها النهارده هي كيكه نباتي. عماد، ما انا عملت لك كيكات لا دي حاجه مختلفه. انت شوفي الوصفه اوكي. وريني بقى هتعمليها ازاي، وانا اقول لك بقى عجباني ولا مش عجباني. تصدق شكلها لذيذ وخفيف بقى، ومن غير بيض ومن غير زبده ومن غير حاجات كتير. بقول لك نباتي. طب خلاص يلا بقى. يلا بينا. انا مش هعمل، انا دكتوره النهارده، انا هقول لك اعمل ايه وانت اعمل. انت بتهرجي. انا ماليش دعوه. طيب هساعدك ماشي، ما لا عنديش مش مشكله. هتساعدني، انا لا. هجيب لك، هجهز المكونات ونبدا. انا بقالي 5 سنين بمنتج اكل، ولكن انا مش خبير اكل، بس ماشي انا يلا. كده كده واقفه معاك يعني. فين اللي انا هعمله؟ يلا انا هقف بعيد بقى وماليش دعوه بيك. انا دكتوره طبعا، مش هعمل حاجه النهارده، عماد اللي هيعمل. ان شاء الله خير ان شاء الله. بصوا، اول حاجه في المكونات بتاعه الكيكه الصيامي 1.5 كوبايه دقيق، وطبعا لازم نكون نخلينهم كويس. نخلينهم يعني هزنهم. مدخلين فيهم الهواء هزنهم دي. ما علينا. ومعانا هنا تلت كوبايه كاكاو خام يعني غير محلى، ومعايا هنا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره بيكنج صودا. يبقى انت هتحط الاول اللي انت قلت لي ايه؟ بيكنج صودا يا عماد. بيكنج صودا وبيكنج باودر، الاثنين مع بعض. مش تعرفوا ان الموضوع مش محتاج نحطهم مع بعض. ونحط كمان ايه ده؟ كاكاو. ده انا عارفه ده ده كاكاو خام. عماد حط ناحيه الكاميرا زي ما بتعدل عليا. تصدقي معاكي حق فعلا. هنقلب بقى المكونات الجافه. ايوه نريم بتعمل كده. ايوه فرصتي دي فرصتي. قلبهم كويس لو سمحت. حاضر يعني خليه. وعلى فكره الكاكاو لو في تكتلات ولا حاجه بنروح نخلينه علشان يبقى باودر، بس انا الكاكاو الخام عندي ما فيهوش اي حبيبات. كده تمام جدا. تمام. كده هنعمل ايه دلوقتي؟ اول خطوه. احنا لسه في خطوات تاني؟ هما خطوتين 2 كوبايه سكر. سكر؟ طب ليه مش مطحون؟ لا بقى، ما احنا مش هتفرق معانا الحاجه، هي طيب. الوصفه كده يا عماد. كوبايه سكر جميله اهي. كوبايه ميه عاديه خالص. ونرمين قالت لي احط كوبايه ميه. وربع كوبايه زيت. اشمعنى ربع كوبايه زيت؟ هي مش كتير يا عماد. ربع كوبايه زيت. ومعلقه كبيره خل. طب ايه لازمه الخل في الموضوع؟ عشان دي كيكه صيامي، لازم تبقى الحاجه الوحيده اللي بتخليها تبقى فلافي قوي البيكنج صودا والمعلقه الخل. اوكي، وبعدين نقلب طبعا. هتعمل ايه؟ هتاخد دي قلبها كويس، وبعد كده حطها هنا وقلب. طب على فكره يعني ممكن تعملي كده انت القصه دي بسرعه. خلي بالك. لا انا ماليش دعوه. قرب. حقيقي هي بتستغل الظروف، هي جايباني معاها تبهدلني بامانه. حقيقي بتبهدلني. قلب كويس لو سمحت. طب انا ما ينفعش احطهم في الخلاط؟ لا، هي اصلا الكيكه مش محتاجه حاجه. هنوسخ الخلاط ليه؟ هو الراجل حطهم في الخلاط تقريبا. لا ما حطهمش في الخلاط ولا حاجه. انت ما شفتش الوصفه كويس، انت بتبعت بس. انا شفته هو بياكل بصراحه، بس كان شكلها لذيذ يعني. حط بقى هناك خلاص، احنا مش لازم نقلبهم قوي. ده واحنا مش هندوبه؟ لا مش طب لازم. ما تقولي من بدري. مش لازم. طيب حطهم بقى مع نجيب دي هنا كده. استنى. ايوه بص، عشان انا دايما بيقعد يتخانق معايا. صب من ناحيه. انت عارفه المشكله ان هي اللي شوله وانا اللي دلوقتي اللي مضطره افضي اعمل كده. ايوه اوكي عشان ايوه في سكر لسه. مش مشكله، نزل كل امسك سباتشولا. يا سلام يا سلام، وجايبه لي سباتشولا كمان. يا سلام. طب ممكن بقى تيجي تكملي انت؟ يعني انا عملت كده جزء كبير جدا في الوصفه، انا عملت الوصفه تقريبا. عماد انت ما عملتش حاجه، انا جايبه كل حاجه. طب خدي. طيب انت دي ماشي. عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ قلب بقى كويس. اقلب دول؟ طب ما ينفعش نحطها في الخلاط ونستريح من القصه دي؟ لا ما ينفعش. قلب. انت متاكده؟ ما ينفعش بجد؟ قلب يا عماد. دي فرصتي في القناه دي ان انا اللي هشغله. لا بصي يا نرمين، انت كده بتستقطعني. لا تعالي قلبي شويه. نرمين كده بتستقطعني بصراحه. رجاله خلقها ضيق. لا مش خلقها ضيق، بس انا فضلت اقلب شويه. المفروض انت تقلبي حبه. لا هي ما فيهاش حاجه اهي. فيها ايه؟ وغير كده مش صراحه ان انا كتفي وجعني والدكتور هتصدقي. طب هاتي خلاص. الدكتور قال ما اتحركش كتير وما اعملش مجهود. انا قلب. لا انت رحتي اقفي مكانك هنا.
استنى انا امسح بس. بصوا الرجاله بتبهدل من غير ما تمسح حواليها. يلا معلش انا محسوكه شويه. انا عايز اقول لكم ان احلى حاجه في نرمين انها دايما ماسكه المناديل وبتنظف حواليها. بصراحه موضوع شيق جدا وهي بتنظف. قلبت خلاص زي الفل. بصي دابت وبقت 10 على 10. شيل بقى هو السكر كده داب جوه؟ هي مش لازم تدوب، هي ما فيهاش بيض يا عماد. احنا كده خلصنا الكيكه؟ خلصنا. اوكي. شفت السهوله؟ امال انت ليه بتخترعي في الاكل ومحسنه الدنيا صعبه وبقعد ساعتين 3 منتج في الفيديو والجو الكبير ده؟ انت اللي جايب لي وصفه سهله وفاكرها معقده، انا ماليش دعوه. هو جايب وصفه صعبه وقال لي فاكر ان الموضوع صعب. انا قلت له لا، الوصفه اللي انت جايبها سهله جدا، بس يعني قريبه من الكيكه الصيامي اللي انا بعملها. يعني مش بما ان انا ساعدتها في الوصفه، فبالنسبه لاي راجل بيتفرج على الصفحه الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج تعقيد. ايوه بالظبط كده. انا عارف دي من المونتاج. بنجيب ورقه زبده ونحط ندهنها زيت فوق وتحت عشان تلزق في الطرفين. انا حافظ اصلي. ايوه. والصينيه اللي مستخدماها دي حوالي 22، يعني مش اكبر من كده، لان الكيكه نفسها صغنطوطه. فاحنا هنعمل ايه؟ هننزل الخليط بالشكل ده. على فكره الكيكه الصيامي بتبقى طبيعتها بتبقى تقيله شويه مش خفيفه، وانا كنت عايزه اعملها تبقى مرتفعه شويه، فعشان كده عملتها في صينيه صغيره. بس تقدروا تعملوها لغايه صينيه 24. تمام. دي الحاجات في التقنيه عماد مش هيفهم. لا خالص، ماليش في الجو ده. انا معلوماتي عن الاكل سالب. انت كده النهارده خليتيني اشتغل بقى. انا هبوس همرمطك في الصفحه دي. ماشي. بصوا بقى تعالى، دي خبطه كده. ما يجينيش قلب. لا دي خبطه. بامانه ما يجيني قلب. ما تقلقش. ما يجينيش قلب. لا ما تحاوليش. اصل البتاع ده غالي. لا ما تقلقش. البتاع ده غالي. دلوقتي بقى هنروح ندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه 30 دقيقه بالكتير. هروح اسويها وارجع لكم. اوعوا تفتحوا عليها. ونحطها في الرف اللي في النص، وتكون الفرن شغاله قبلها ب10 دقايق ربع ساعه. هنسويها ونيجي نسقيها. ماشي. ودي الكيكه. شكل الكيكه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. دي الكيكه اللي انا تعبت فيها، خلي بالك. ايوه من اولها كده. بصوا شكل الكيكه مرتفع على فكره وجميل، وكمان انا اختبرتها بالسكينه ولقيتها تمام. انا سبتها لغايه لما بقيت دافيه دفيان خفيف. ايوه قالت لي لازم تبقى دافيه، ما اعرفش ليه لازم تبقى دافيه يا نرمين. علشان الكيكه الصيامي بتبقى مفروله بطبيعتها، فانا لو حطينا عليها الصوص هتطرى زياده وهتفرول زياده، فلازم نسيبها تهدى شويه. ايوه ده صوص شوكولاته بقى. صوص الشوكولاته الجميل ده عملناه ازاي؟ مش انا اللي عملته. جبنا 200 جرام شوكولاته خام دارك، وحطينا عليهم 3-4 معالق جوز هند، لبن جوز هند، وبعد كده معلقه زيت صغنطوطه، وسيحناهم أيوة. في الميكرويف. وبعد ما ساحوا خالص دخلتهم التلاجة عشان يطلع، عشان يبقوا فيهم سماكه شويه، يبقوا تقال شويه. يعني هي ايه، بعد ما بردت دخلتها التلاجة 3-4 دقايق كده لغايه لما ساعت. كوب بقى. لا انا اللي اكوب طبعا. بص بقى، وبعد كده نعمل كده اهو. بصوا انا مكان اهو كده اهو. يا سلام. احساس حلو برضه يا عماد برضه، صح؟ مش قوي على فكره. انا بحب الاكل اكتر من ان اتعب نفسي في المجهود ده كله. طب انت حطها كلها، انت حطيتش بس كلها؟ خلاص كده. ودي بقى كله. وننزل كله ونخليش اي حاجه. حلو برضه شغل فكره ان الواحد يبقى قاعد في حد مش عامل مكانه. خدي يا نرمين كملي. خدي حاجه. خدي انا لحوست الدنيا ما في كفايه. خدي. بص طب بصي مديني الطبق خلاني كل شوكولاته. هي الرجاله كده. هات منديل. انا هحاول بقى نحط الشوكولاته في كل حته. ايه رايك يا عماد، نسيبها كده ولا نزينها؟ لا نزين زي ما هي، بس ندوق. انا اصلا مستني الفقره دي من الاول ان انا ادوق. هروح اجيب سكينه. هو مش المفروض ان انا اللي عملتها فانا اللي اقطعها يا نرمين؟ يا ربي على الرجاله، هو مش هو اللي قال لي قطعي؟ انا قلت يا نرمين انا هاخد من النص اهي حته واهي دول هطلعهم ازاي بالبتاعه الصغيره بتاعتي؟ ايوه كده اهو. بس اتفضل يا ريس، انا كده جاهز. انت جاهز تاكل مش جاهز تطلع؟ واحنا لازم نطلعهم من احنا ممكن ناكلهم هنا على فكره. مش عايزين نشوفها اخبارها ايه. الخطوه اللي احنا لحظه قبل ما تدوقي، دي الفقره اللي احنا مستنيينها من الاول. عملنا الكيكه. انا باكل ماليش دعوه بيه. وندوق. ربنا يستر. في القناه دي انا مش هكتم صوت الاكل. كده هيضربونا، هتنمروا عليا في الاخر. لا يا نرمين، انا مش هصدق ان دي صيامي او نباتي. عماد ما انا بعمل صيامي، كيكه صيامي حلوه قوي. تعالى. والزيح طعمها جميل قوي. في اسد عندنا هنا. يلا يا توتو. حلو قوي.
انتوا عارفين ايه احلى حاجه فيها؟ ان صوص الشوكولاته اللي من فوق بشوكولاته مش كاكاو، فمديها طعم غني جدا، وهي طعمها حلو قوي. عجبتني. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للصفحه، تسيبوا تعليق لو عندكم اي وصفه تحبوا ترشحوها لنا انا ونرمين نجربها. طبعا هي اللي هتعملها مش انا لا النهارده انت. كنت متطفل مش اكتر من كده، وان شاء الله هي مش هتسيطر في الموضوع ده. لا انا نتمنى- هسيطر. ونشوفكم في فيديو جديد. باي باي. باي باي.